أصفر وإسفنجي ومربع، يعيش في قاع البحر ويعمل طاهي برجر من الدرجة الأولى. إنه سبونج بوي. مهلا، ماذا؟ سبونج بوي كان سيكون اسم سبونج بوب، غير أن الاسم كان محجوز من قبل شركة لتصنيع المماسح. صمم مطعم كريستي كراب في الواقع على شكل مصيدة جراد البحر. فتح مطعم في فلسطين محتوي على شكل مطعم كريستي كراب. يبدو رائعا، ولكن أشك في أنهم يملكون الوصفة السرية. مستر سلطع من مواليد 1942، الأمر الذي يجعله في 71 من عمره، وذلك منطقي بعض الشيء، فجلده هو عبارة عن قشرة صلبة ولا يتجاعد حتى نحكم عليه، على عكس سبونج بوب فتصرفاته تجعلك تظن أنه أصغر من أخوك الذي دائما ما يحاول مشاهدة أفلام الأكشن بينما تصر أنت على إكمال حلقة سبونج بوب. صدق أو لا تصدق، سبونج بوب عمره 29 سنة، فحسب رخصة قيادته ولد في عام 1986. مسقط رأس سبونج بوب مستوحى من مكان حقيقي قبالة جزيرة فعلية تسمى بيكيني أتول. أما مدينة بيكيني بوتوم حيث يعيش سبونج بوب في ثمرة أناناس في تحت سطح البحر هي خيالية ولا وجود لها، فلا تجعل ذلك طموحك. عندما أكبر سوف أبحث عنها وسوف أزورها بصوت بسيط. شفيق الحبار هو في الواقع أخطبوط وليس حبار، هناك فرق. المرأة التي تقوم بأداء صوت كارلين حسب شمشون هي زوجة مؤدي صوت سبونج بوب في الواقع. السيدة نفيخة ذات الصبر اللامحدود هي السمكة الوحيدة من بين الشخصيات الرئيسية. سبونج بوب قضى أكثر من 31 عام يشتغل عند مقرمشات سلطع. أشك في أنه استلم راتبه خلال 31 سنة. بسيط وسريع، أولاد عم. أعلم أنها خرطة يصعب استيعابها، ولكن ها هي شجرة العائلة تؤيد المعلومة. هناك سمكة اسمها فريد، وظيفتها الوحيدة في المسلسل هي الظهور عند لحظات الكوارث لتصرخ آه يا رجلي. في عام 2011 اكتشف نوع جديد من الفطريات يشبه سبونج بوب، مما ألهم الباحثين على تسميته على اسم سبونج بوب، سبونجيفورما سكوير بانسي. أعتقد أن الاسم إيطالي. لا، هذا إيطاليزي. مؤلف البرنامج ستيفن هيلينغبرغ كان عالم أحياء بحرية، لكن لا أعتقد أن ذلك أفاده كثيرا، فأغلب الكرتون غير منطقي ولا يمثل للعلم بشيء. أخيرا وليس آخرا، مسلسل سبونج بوب يحتوي على حكمة أكبر مما تتخيلوا، فكل من الشخصيات الرئيسية تجسد صفات أو رغبات، والبعض يسميها الخطايا السبع المميتة. فسبونج بوب يمثل الشهوة، وسريع الشراهة، بسيط الكسل، مستر سلطع الطمع، شفيق الحبار الغيظ، ساندي أمور الكبرياء، شمشون الحسد. كان ذلك كل ما لدينا من معلومات لإفساد طفولتكم أو شبابكم، أم أنها أصبحت أروع؟ الأهم كما يقول سريع دائما.